ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. احسن حال هنعمل مع بعض بقى ازاي نروب اللبن بتاعنا او نعمله في زبادي. لكن قبل ما نبدا نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطلب مني اللي انا بجيب اللبن ومش بيرم معايا، سواء صيف او شتاء. تمام كده. طبعا لازم تجيبي اللبن من حد تكون انت واثقه فيه وواثقه في اللبن بتاعه. طبعا انا بجيب اللبن بتاعي من حد يكون واثقه فيه، وحد يكون امين مش بيزود ميه، او مثلا اللبن مثلا يكون في ريحه، او مثلا في ريحه في مثلا في مثلا ميه والميه باينه فيه. تمام. طبعا ممكن تكون انت بتجيبي اللبن من بره يكون فيه ميه كتيره. طبعا ده لبن جاموسي، لكن اللبن البقري مش بيطلع منه قشطه قد كده، ولا زبادي او مثلا ربن رايب. فطبعا الجاموس ليك احسن. تمام. بس انت الجاموس لو اللبن فيه ميه، زيت فيه ميه ولا حاجه ولا اي حاجه، ولا يطلع معاك قشطه حلوه زي ما هي بتطلع، او يطلع معاكي لبن رايب. طبعا احنا هنسيبه ليله. تمام، هسيبه ليله على الرخامة زي ما انتم شايفين كده. هنغطيه بحاجة فوطة، او مثلا لو عندك اي حاجة تانية مثلا بطانية، لو انت مثلا انت عارفة الحيلة ليه مش هتوقع منك، تحط عليها البطانية. لو عندك، لو احنا في الشتاء ولا حاجة، تحطيها عليه علشان خاطر يروب معاكي على طول. وصحي جدا، وحاجة مفيدة جدا. هيطلع معاكي قشطة كتير قوي، هيطلع معاكي حاجات حلوة قوي، حاجات جميلة. طبعا اللبن الرايب ده من احسن اللبن الرايب اللي انا بحبه واللي انا بعشقه، وطبعا الاطفال كلها بتحبه. طبعا بصراحه انا ما بشتريش زبادي قد كده من بره. انا عندي اروب اللبن بتاعي اللي انا بشتريه، واعمله اعمله بشيل منه القشطه وبشيل منه زي ما انتم شايفين كده. طبعا القشطه ما شاء الله. وركه كمان انا كنت بصراحه انا كلت منها قبلها بشويه، يعني كنت ملاحظين ان في حته متاخده هنا، هي حته صغيره. طبعا شايفين يعني كمية القشطة اللي طلعت منها واللبن اللي طلع، يعني ده من ازازة لبن طلعنا منها قشطة، يعني قشطة كمان جابسة، مش قشطة كده بتطلعيها كده وهي سايبة، لا قشطة كويسة جدا. طبعا تعملي منها بيضة، تعملي منها اي حاجة، ممكن كمان تدبجي تفضلي تدبجي في القشطة لحد بتعملي منها سمنة بلدي، او او مرطة زي ما انتوا بتقولوا. طبعا الرمل الرايب هو زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله، جابس وحلو قوي. طبعا الميه هتلاقيها تحت طبعا. مش معناه ان انا اقول لك هاتي لبن جاموسي وانت مش هتلاقي فيه ميه، لا هتلاقي فيه الميه اللي هو اللي امهاتنا اللي هم بيقولوا عليه اسمه شرش. طبعا ده الشرش بتاعه، شرش بتاع اللبن. هو انا اللي انا اعرفه اسمه كده، معرفش بقى له اسم تاني ولا لا. طبعا الشرش ده طبعا مش هنرميه، الميه دي مش هنرميها. طبعا احنا هنحطها في كاسة او مثلا في كوباية، ونشربها كل يوم على الريق. طبعا الكل هيستغرب ازاي ده يشرب على الريق وطعمه مر والكلام ده. طبعا في كل الفوائد وكل المحافظة اللي انت طبعا تشربيها، ومفيد جدا جدا للصحة وما تخافيش منه. كويس والله العظيم. انا عن نفسي انا جربته مره واحده بس، لقيته كويس وحلو جدا ومش مضر ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع الف سلامه، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.